كل سنة وكلنا طيبين. رمضان كريم. شهر رمضان مش للعبادة وبس، مش انك تظهر قدام الناس انك متدين، ده شهر مليان بالخير والرحمة. في 3 حاجات لازم تبدأ بيها أول أسبوع في رمضان. معروف شهر رمضان بلمة العيلة، والموضوع ده مهم جدا. اوعى تبدأ صيامك وانت فاقد لصلة الرحم. اطمن على الناس اللي انت بتحبهم من أصغر واحد لأكبر واحد، اهتم بيهم وكلمهم، ولو متضايق من حد كان قريب منك أو بعيد عاتبه، لأن العتاب جزء من المحبة. سمع مسمعش هو حر. انت كده عملت اللي عليك، وعلى الأقل بدأت صيامك في الشهر الكريم وانت صافي النية وضميرك مرتاح. تاني حاجة، في الشهر الكريم جاتلك الفرصة انك تحس بالناس الموجودة حواليك، الناس اللي معهاش فلوس، الناس اللي معندهاش الأكل اللي عندك. جاتلك الفرصة انك تفتح باب مع ربنا بالصدقة، حتى لو بأي حاجة بسيطة. الحاجة اللي انت فاكرها سهلة وبسيطة دي عند ربنا عظيمة جدا. على فكرة، ممكن الصدقة تكون بالكلام، بجبر الخواطر، وده لأن في ناس كتير تعبانة محتاجة لكلام معزي ومريح يساعدهم انهم يكملوا في الحياة. النقطة الثالثة والمهمة، جه الوقت انك تتغير. جه الوقت انك تغير كل الحاجات اللي انت بتعملها غلط. ابتدي حياة جديدة، حياة صحية. ابتدي بأفكارك، غير أفكارك علشان تبقى بني آدم أحسن. اللي فات فات، بص للي جاي. اعمل الخير دايما، وخلي الشهر الكريم شهر صلاة وعبادة وصدقة. استقبل شهر رمضان بالتسامح، وودع فيه الضغين والحقد. فشهر رمضان هو شهر الصفاء والروحانية، ورمضان كريم.